السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتي رنة وخلخال. ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة بسيطة جدا جدا جدا. عايزة اقول لحضرتك ان شاء الله لو انت اول مرة تتعاملي بالخرز انك هتعمليها بمنتهى السهولة والبساطة في وانت قاعدة بتتفرجي على التلفزيون. شنطة بسيطة بس اتبعي الخطوات اللي هقولك عليها وتابعي الفيديو للآخر وإن شاء الله بإذن الله هتعجبك جدا. طبعا احنا هنا معانا نوعين من الخرز، نوع سي سي بي وده حجمه 8 واللولي وحجمه 12. لو حضرتك عايزة تتعاملي بالنوعين لولي مفيش مشكلة، عايزة تتعاملي بأنواع تانية غير اللولي برضو مفيش مشكلة، لكن عندي هنا أهم حاجة إن حجم الخرزة مختلف، حجم كبير وحجم صغير. أنا طبعا عندنا الخيط المناسب، حجم الخرزة اللي عندي ده 12، يعني الخيط اللي معايا 70، وعندي طبعا القصافة والبرامة اللي بيساعدوني في الشغل. ان شاء الله الشنطة اللي هنعملها النهاردة هنعمل شنطة بالغرزة السداسية. يعني ايه غرزة سداسية؟ يعني مكونة، كل وحدة فيها مكونة من 6 خرزات. هنا جبنا الخيط و في الطرفين بتاعته هننزل من كل طرف، هنجيب اول حاجة الخرز اللولاية الكبيرة وهننزل بيها نحطها في منتصف الخيط، وعلى الطرفين من الخيط هنحط في كل طرف خرزتين من الخرز الفلجي. هنا نحط في الطرف دوت خرزتين وفي الطرف التاني خرزتين، وكنا حاطين اصلا في النص اللولي. هنا معانا كده دلوقتي لغاية دلوقتي 5 خرزات، وهنقفل بالسادسة، والسادسة اللي هنقفل بيها لولي. وهنبتدي نحط في كل طرف خرزتين من الخرز الفجي، ونقفل بخرزاية لولي اهو زي ما احنا شايفين كده. ولو انت عايزاه تقفلي او تعملي الشنطة بطريقة الخيط الكروس، يعني اللي انت بتجيب الخرزة اللي بتقفلي بيها وتعملي طرفين الخيط عكس بعض وتقدري تحكميها تمام. لكن لو انت مبتدئة اقفلي عن طريق العقدة. يعني ايه؟ يعني بتجيبي اخر خرزاية وترجعي فيها طرف الخيط وتعملي عقدة وتحطي الطرف التاني جوه العقدة وتشدي لغاية ما تعملي عقدة جوه الخرزاية. حاولي ما تخليش العقدة بره الخرز، خليها في النص وخلي شغلك يكون نضيف، وحاولي تشدي الخيط حلو علشان الشنطة تكون معاكي مشدودة مش مرخية، وفي نفس الوقت الخيط ما يفكش منك بعد ما تشتغلي. وهو زي ما انتوا شايفين كده، دي كده وحدة، دي كده وحدة مكونة من 6 خرزات. نيجي نعمل وحدة كمان. هنا عندي خرزاية لولي من الوحدة التانية، يبقى انا هنا هحط في طرف 2 معدن والطرف التاني برضو 2 معدن، وهقفل بوحدة لولي. وهنا الغرزة السداسية. الغرزة السداسية النهاردة هنعمل بيها شنطة، قبل كده عملت لكم الغرزة الرباعية وعملت لكم بيها برضو شنطة. يبقى هنا عندنا الغرز بنوظفها زي ما احنا عايزين. اهي كده انا عملت وحدتين من الغرزة السداسية اللي هي بداية الشنطة. طب انا عايزة اعمل كم واحدة من دي؟ عايزة اعمل 12 وحدة، 12 وحدة سداسية، ودي هتبقى عرض الشنطة. هعمل لكم واحدة كمان علشان
تكون المعلومة كده وصلت معاكي تمام. طرف هنحط فيه خرزتين معدن، وطرف التاني هنحط برضو خرزتين معدن، وانا اوريدي عندي خرزاية مشتركة من الوحدة اللي قبلها، وهقفل بالسادسة وهي خرزاية لولي. حاولي تتعاملي بالخيط ما يكونش طويل قوي عشان ما يلخمكيش. شدي قوي وحطي العقدة جوه الخرزاية في النص. وكده انا معايا 3 وحدات، هوصلها لغاية 11 وحدة، وهوريكي في ال 12 هنعمل ايه، لان انا عايزاها 12 وحدة. اهو هنا انا معايا 11 وحدة. احنا في العادي لما بنيجي نعمل الوحدة السداسية اللي هي دلوقتي دي، بعمل في كل طرف من الخيط خرزتين وبقفل بخرزة. لا، انا هنا عشان اطلع دور تاني هحط الخرز كله في طرف واحد. الطرف الطرف الخيط اللي تحت. يبقى طرف الخيط اللي تحت هحط فيه، انا معايا هي خرزية لولي، اصبح انا كده عايزة 5. يبقى انا كده هحط 2 فضي، 1 لولي، و2 فضي كده، واقفل بعقدة عشان اوصل للدور التاني من الشنطة. خلاص. تاني الخيط اللي تحت هنحط فيه الخرز كله علشان نطلع للدور التاني من الشنطة. اهو معايا 1 لولي، وهنحط 2 فضي، وبعدين 1 لولي و2 فضي، ونقفل. هنا كده ابقى انا عملت الغرزة ال 12 اللي هتطلعني للصف التاني للشنطة. معلش الخرزاية السي سي بي دي اللي هي الفضي واسعة، فتحتها واسعة، فما تقلقيش. كده كده انت بعد ما بتخلصي وبتدخلي العقدة انت بتظبطيها. بس عايزة اقول لحضرتك لو اول مرة تتعاملي بنوع الخرزاية دي، لو اتعاملتي معاها ما تتعامليش معاها مع خرزاية تانية، لان شغلها محتاج اتقان شوية. طب انا هنا خلاص تممت ال 12 غرزة او ال 12 وحدة من الغرزة السداسية. هبتدي بقى اطلع للصف التاني. احنا متعودين في العادي لما بنيجي نشتغل بيبقى نقول لو كل خرزتين جنب بعض وتحتها خرزاية احنا بناخدهم نشتغل بيهم. هنا بقى هعمل العكس، هعمل الخرزتين اللي جنب بعض اللي تحتهم فراغ، مفيش تحتهم خرزاية. تمام. يبقى اهو الخرزتين اللي هم تحتهم خرزاية دول انا مش هشتغل عليهم، انا هشتغل على الخرزتين اللي تحتيهم فراغ مفيش تحتيهم خرز. هبتدي بقى ادخل طرف الخيط، في الخرزتين الاولانيين من الصف التاني. الشنطة سهلة جدا، ممتعة جدا، شيك قوي، تستاهل ان حضرتك تعمليها بجد. يعني ممكن تعمليها وحضرتك قاعدة بتتفرجي على التلفزيون، مش هتاخد منك يعني ساعة كتير. لو انت مبتدئة هتاخد من ايدك ساعتين كتير. طريقتها سهلة جدا
الخرز مش كتير، يعني لو عندك بواقي خرز وعايزة تجربي فيها هتجربي. لو عندك بواقي خرز لولي على بواقي نوع تاني ممكن هتكوني منها الشنطة دي. الشنطة دي أصلا كأنها بورتوفيه، بس أنا أضفت لها إيد. هو ديزاين بورتوفيه بس أنا أضفت لها إيد عشان حولتها لشنطة. خلاص تمام. أنا هنا عندي خرزتين وانا هعمل وحدة سداسية، يبقى انا هحط 4 خرزات. وهنا ركزي في ترتيب الخرز، لو انت عاملة نوعين مختلفين ركزي في ترتيب الخرز. انا هنا هحط واحدة لولي، لا واحدة لولي بس، واحدة لولي بس. هحط واحدة لولي وبعدين 2 سي بي سي سوري سي سي في. لو عايزة تبدلي السي سي بي دوت بخرزة لولي مقاس 8 برضو براحتك. انا اول مرة اجرب الخرزية دي مع اللولي وبصراحة لقيتها عاملة صراحة شكل شيك قوي. هنرجع بقى العقدة، انا هنرجع طرف الخيط في العقدة ونروح اهو طرف الخيط ونضغط جامد علشان العقدة ما تخرجش، ونخليها في منتصف الخرزية اللولي اهو. وبصوا كده انا عملت من الصف التاني غرزة سداسية مكونة من واحدة لولي و2 معدن وواحدة لولي. طبعا همشي على النظام دوت لغاية ما اخلص 12 وحدة سداسية. هعمل معاكم كمان عشان أأكد لكم وأوريكي الخرزتين اللي جنب بعض أنهي أهم. الخرزتين اللي تحتيهم فراغ، هدخل طرف الخيط في الخرزتين والطرف التاني هحط فيه الخرز اللي هو عبارة عن 2 معدن وواحدة لولي، عشان أنا اوريدي عندي 2 معدن وواحدة لولي كانت 3، احط عليهم 3 هيبقوا 6. تمام. وندخل العقدة في الخرزاية ونشد الخيط وندخل العقدة في منتصف الخرزاية، وبكده ابقى انا عملت تاني وحدة من الغرزة السداسية في الصف التاني للشنطة اهو. ودخل العقدة جوه الخرزاية. نعمل واحدة كمان. بصي الخرزاية كمني فتحتها واسعة، فانت عايزة كل ما تشتغلي فيها تظبطيها بايدك لغاية ما توصلي للشكل اللي انت عايزاه. طبعا هنا احنا كده شغالين في الدور التاني اهو. انا كده خلصت الدور التاني، وعايزة اقولك قبل انا هنا قصدت اوريكي وانا بنهي الدور التاني عشان لما اجي اطلع للدور التالت او الصف التالت. بص اللولي مع المعدن عامل بجد شيك قوي، وعلى الواقع شيك جدا. هي كده اخر وحدة في الصف التاني، اخر وحدة. هدخل طرف الخيط وهحط الخرز من بره، هحط وانا طالعة للدور التاني هحط الخرز من طرف الخيط اللي من تحت. خليها قاعدة عندك، كل ما تيجي تطلعي الدور اعلى بتبتدي تحطي الخرز في نهاية اخر وحدة من الخيط اللي من بره اهو. وركزي مع ترتيب الخرز.
طبعا يا جماعة أنا بكرر الكلام كتير، ده مش ان انا يعني مش طبع قد ما هو انا عايزة اوصل لكم المعلومة توصلكم بسهولة، على اعتقاد مني ان اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي دي لسه مش متقن شغل الهاند ميد او شغل الخرز. عشان كده انا بكرر مرارا وتكرارا للموضوع في حتى اكتر من فيديو. انا هنا بقى هبتدي ادخل على الدور الثالث، هدخل على الدور الثالث، بس انا هنا الخرزايه الخيط طرفين الخيط طالعين لي من الخرزايه واحده، هاخد انا الطرف واروح مطلعاه من الخرزتين اللي جنب بعض اهم، اللي جنب مفيش تحتيهم خرز، اللي جنب بعض. وبرضو عشان انا كده داخله على الدور الثالث، انا المطلوب مني اعمل كام دور؟ المطلوب مني اعمل 6 ادوار او 6 صفوف. هنا بقى هحط الخرز من الطرف الخيط اللي من بره. لو انتي مش عارفة تشتغلي وايدك مش جايباكي انك تشتغلي، اقلبي الشغل زي ما شفتيه كده اهوت، وابتدي من اتجاه ايدك اليمين، والخيط اللي من بره هتحطي فيه خرزايه لولي، خرزتين معدن، وخرزايه لولي، عشان توصلي لعدد 6 خرزات للوحدة السداسية. جربي الشنطة ولو عجبتك اكتبيلي، ومن فضلكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنتات الحلوة. ولو تابعتوا الفيديو بتاعي دوت عايزين نعمل لايف مع بعض، قولولي ايه الوقت اللي يناسبكم، عشان انا طلعت بلايف قبل كده بس تقريبا ما كانش الوقت يعني سامح، او ما كانش الوقت مناسبكم، فمحدش تابع معايا اللايف، وانا عايزة ابقى من وقت للتاني نبقى على تواصل مع بعض. هنرجع هنا بقى انا عايزة اوريكي حاجة. هنا الخيط اللي انا بحط فيه الخرز اللي من فوق ده قصير، والخيط اللي بدككه من تحت طويل، فانا عشان اجيب الخيط اللي من فوق طويل، عشان لما اجي اعمل العقدة يبقى عندي مسافة من الخيط، رحت عاملاه زي ما شفتوا كده الكروس، جبت اخر خرزاية وحطيت طرفين الخيط عكس بعض، فهنا بدلت الخيط، خليت الطويل من فوق والقصير اللي هدخل بيه الخرز من تحت. خلاص هعمل معاكم غرزة كمان. يلا خرزتين، احنا كده عندنا 3، هنحط عليهم 3، 2 معدن وواحدة لولي. انا كده هكمل، ونشد طبعا الخيط كويس قوي علشان طرف، عشان العقدة تدخل بين الخرزاية. وطول ما انت بتشتغلي زبطي الخرزاية ديت عشان بتلف. تمام. يلا انا هنا بقى ايه، عملت 3 ادوار 4 ادوار من اللولي. طيب الدورين التانيين انا مش هعملهم من اللولي، الدورين التانيين انا هعملهم من الخرزاية المعدن. انا الاول كنت بحط الخيط في الخرزتين اللي من تحت، اللي مفيش تحتيهم حاجة، اللي هو فراغ. هكمل برضو على نفس النظام دوت مع الخرزاية المعدن.
خلاص عملت اهي وحدة سداسية من الخرزة المعدن، وهدكك الخيط في خرزتين اللي جنبهم واعمل الغرزة السداسية، وهقعد اشتغل على كده لغاية ما اخلص الصف كله 12 وحدة من الغرزة السداسية بخرزة المعدن. يبقى انا هنا عاملة 4 ادوار لولي، وهعمل دورين بالغرزة المعدن. هنا الدور الاولاني عشان هوريكم الدور اللي فوقيه هعمله ازاي. هنا انا عندي 3 خرزات، هحط عليهم 3 خرزات عشان يبقى كده كونت غرزة سداسية. طب طلعنا كده على الدور السادس. بصي بقى، انا متعودة اخد الخرزتين اللي ملتصقين ببعض دول، اللي تحت، اللي مفيش تحتيهم خرز، اللي هو في فراغ تحت. فوق بقى اخر دور انا هعمل العكس، كل خرزتين تحتيهم خرزة هدخل فيهم الخيط. كل خرزتين تحتيهم خرزة هدخل فيهم الخيط، وهنا هكون وحدة سداسية. يبقى هكون وحدة سداسية على 2، الاتنين اللي تحتيهم خرزية اللي عاملين حرف الفي او حرف الواي اهم كده. عندي خرزتين هحط عليهم 4، وهكون الغرزة السداسية. الشنطة جميلة جدا، يعني بجد تستحق التجربة. عارفين طبعا اللولي دلوقتي ترند بصراحة، وهو قمة الشياكة، وعمره ما بيبطل اللولي. هاخد نفس الخرزتين اهم، هحط طرف الخيط في الخرزتين اللي جنب بعض اللي تحتيهم خرزة، اللي عاملين زي الفي كده اهو، زي ما انتوا شايفين. دول اسمهم الملتصقين او التوأم على طول. وهشد الخيط وهبتدي. انا كده عندي 3 خرزات، هحط عليهم كمان 3 خرزات، ويبقى كده عملت الوحدة السداسية. وهكمل لغاية ما اخلص الدور وهقول لكم هنعمل ايه. هنا الجزء الاولاني من الشنطة جاهز، وانا كنت محضرة الجزء المتطابق ليه، اللي هو لما هاجي هشبكهم هيكونوا لي الشنطة. هبتدي هنا بقى ايه، هقفل الشنطة وهبتدي تقفلها من القاعدة علشان تظبط لي الشغل من الجناب. عايزة تقفلي باللولي قفلي باللولي، عايزة تقفلي بالخرزة السي بي او النوع التاني اللي انت هتستخدميه قفلي بيه، في تلك الحالتين متاح. هنا بصوا في تطابق ازاي، هنا تطابق. انا هجيب طرف خيط واروح حطاه في الخرزتين، اول خرزتين من القاعدة هم، حطيت طرف في خرزتين، وقبل ما احط الطرف التاني في الخرزتين اللي من القطعة التانية هحط وحدة لولي عشان انا بعمل غرزة سداسية. الطرف التاني اهو بعد ما حطيت الغرزة اللولي اهو دخلته في القطعة التانية، وعلى الخرزتين مررت الخيط واشد واقفل بوحدة لولي. سهل، بعشق التقفيل، سهل جدا، بس محتاج منك تفكير وتركيز
بصي منتهى السهولة. طرف خيط دخلته في خرزتين، وقبل ما ادخل الطرف التاني كنت حاطه لولايه، ودخلت في الخرزتين، وبعد كده هقفل بلولايه. حاسه الفيديو ده كله حماسي لان انا النتيجه ابهرتني. ارجوكوا لو حضراتكوا وقف قصادكوا حاجه تواصلوا معايا، ولو وقف قصادكوا حاجه ما تتعقدوش، كملوا. كل حاجه في الاول بتبقى صعبه، وكل حاجه في الاول محتاجه تفكير، لكن لما بتوصلي وتحققي اهدافك طبعا ده بيعوض تعبك والمجهود اللي انت بتبذليه. اهو معايا لولايه، وهروح حاطه طرف في الخرزتين المعدن اللي جنب بعض دول، تمام، والطرف التاني في الخرزتين المعدن، انا لما ما بعمل الفيديو بتاعي مش بمنتج بنسبة 100%. لو في حاجات بتقع مني احيانا بسيبها، عشان كلنا بنتعلم من اخطاء بعض، وسبق وانا قلت لكم الموضوع ده كتير، عشان لما حضرتك تشتغلي ويحصل معاكي اخطاء ما تتعقديش. لا، وارد كلنا بنخطأ. الشنطة ديت كلها على بعضها ما تتعداش ربع كيلو، يعني مش هتكلفك. خلاص انا هنا كده بقفل القاعدة، بمرر الخيط في خرزتين من المعدن، واحط خرزية لولي والطرف التاني في خرزتين من المعدن، واعمل العقدة واشد الخيط واخلي العقدة في منتصف الخرزية، وافضل ماشي على كده لغاية ما اقفل القاعدة اللي تحت بنفس النظام. بنفس النظام، مفيش اي مجهود يعني ولا اي افتكاسات. ما تخليش حد يعقدكم ويحسسكم ان احنا يعني الموضوع، لا، الموضوع جميل وسهل ويمكن عشان انا حابه المجال دوت فانا حاساه ان هو سهل فعلا. هو شق في عمايله كصانعه، يعني يعني ان حضرتك بتشتغلي في الهاند ميد. الهاند ميد شاق، ولكن حبك ليه بيهون عليكي. اهو بصوا الخيط اهوت، قربت لكم عشان تشوفوا اكتر. اهو داخل من الخرزتين اللي لازقين بعض اهو، واروح مقفله بواحده لولي، وانا اساسا عندي واحده لولي، يبقى كده كونت 6. اهم حاجه انك انتي تركزي وتشطبي شغلك على نضيف، بحيث في النهايه النتيجه او الشكل العام هو اللي هيبين انتي قد ايه اتقنتي شغلك. هكمل على نفس النظام دوت لغاية ما اخلص اخر وحدة. خلاص، طب انا كده خلصت القاعدة. هنيجي بقى للجناب. هنجيب خيط وناخد
الشنطة من فوق من عند الخرز المعدن، وأول خرزتين هيتقابلوا مع الخرزتين التانيين اهو زي ما انتوا شايفين كده. هحط الخيط في خرزتين اللي هم القريبين دول، واروح حاطه خرزايه، والطرف التاني اروح مدخلاه في الخرزتين التانيين، واقفل بواحده معدن. يبقى انا كده عملت الدورين المعدن غرزه سداسيه قفلتها. طيب انا دلوقتي اللي بقى معايا دلوقتي الخرز اللولي اللي في الجناب. عايزه تقفلي بلولي قفلي، عايزه تقفلي بمعدن قفلي. انا هقفل بمعدن ولولي. اللي هو انا دلوقتي عندي خرزتين لولي اهو مع الجناب، هحط في كل طرف من الخيط خرزه معدن، كل طرف من الخيط اللي قصادي خرزه معدن، واروح ممرره الخيط جوه الخرزه اهو. همرر الخيط جوه الخرزه. وادخل جوه اللولايه واعمل العقده. هقفل العقده بايه؟ هقفلها بلولايه خرزه لولي. هقعد اكمل بصوا لغايه ما وصلت لاخر خرزايه. اهي وقفلي بالخرزه اللولي، وبرضو حطي اتنين خرزه معدن في كل طرف، وادخلي جوه على الخرزه اللولي. تمام. هنبتدي بقى ندخل بالخيط جوه الخرز اللولي كده علشان نعمل عقدة ونصرف الخيط حوالين الخرز. شنطة ما خدتش مننا حاجة، في منتهى السهولة. بالفعل هو وقت الفيديو هو نفس الوقت اللي انا عملت فيه الشنطة بدون مبالغة. خلاص تمام. هنا بقى عندي تكون 6 خرزات بس. ال6 خرزات دول ال3 اللي تحت دول، ال3 اللي انا بحط فيها الخيط دي كانت مش مربوطين ببعض. فانا هحاول اخد الخيط والفه على ال6 خرزات اللي من اخر الجنب واربطهم بعقدة علشان يبقوا مرتبطين ببعض. وابتدي بقى ايه اشوف ايه الزيادة من الخيط اللي في الشنطة، وابتدي بقى ايه بالقصافة اقص الخيط الزيادة. وادي خلاص انا كده بالنسبة لي الشنطة اتكونت. والشنطة ما شاء الله عليها واسعة تاخد
يعني هقول لك انا هحط، هتشوفيني دلوقتي انا حاطه، هحط فيها موبايل. طبعا انا لما بعمل شنطه تخصني انا بشوف مساحه الموبايل ايه وازود عليها، طول الموبايل ايه يعني، وازود عليه لو انا عايزه حاجه ليا انا. اهو واسعه جدا اهي، برتوفيه شيك. طبعا انا هعمل لها الكبسولة، وهعمل لها الايد علشان احولها من برتوفيه احولها لشنطة. بص الشياكة، بص التشطيب في منتهى الجمال اهو. تنفع مناسبة، تنفع خروجة اخر النهار، تنفع مزمزيل، تنفع مدام، يعني مناسبة لكل الاعمار. اهي الشنطة اهي في منتهى الشياكة، في منتهى الشياكة صراحة. الماشنج اللي عاملاه الخرزية اللولي مع السي سي بي تحفة في الواقع، جميل 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 ان شاء الله بإذن الله. لو عجبكم الفيديو من فضلكم متبخلوش عليا من اللايك، وياريت تفعلوا زر الجرس علشان الإشعارات توصل للجميع، ومشاركة للقناة للي مش مشترك، ومشاركة للفيديو من فضلكم. إن شاء الله يا رب تكون الشنطة عجبتكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.